كتير مننا بيسأل ليه مصر بعتت 10,000 جندي مقاتل للصومال الأيام الأخيرة. وأنا حابب إن أنا أتكلم على الموضوع ده النهاردة، ونبدأ الحكاية من أولها، من التسعينات لما كانت أمريكا متواجدة في الصومال بغرض المساعدات الإنسانية، وبدأت تشن حملة عسكرية على دولة الصومال. وما كان من الصوماليين إلا إن هم بدأوا يواجهوا الاحتلال الأمريكي للصومال، وطبعا كبدوا الأمريكان خسائر كبيرة جدا، وتحاصر الأمريكان في مقدشو. حتى في فيلم أمريكاني معمول على الموضوع ده، إن أسوأ 24 ساعة في حياة الجيش الأمريكي. بعد كده الجيش الأمريكي انسحب من الصومال، وبدأ فترة في تاريخ الصومال في التسعينات بتسمى بفترة أمراء الحرب. فترة أمراء الحرب هو إن كل قبيلة ليها أمير بيتحكم فيها وبيفرض فيها قانونه الخاص. الفترة دي انتشرت الجرائم بشكل كبير جدا، وقطاع الطرق والجريمة في الصومال. وما كانش فيه قانون موحد للصوماليين، ولا في شكل للدولة الصومالية. وحابب أذكر إن الصومال دولة مش هي الصومال اللي احنا عارفينها النهاردة. الصومال وجيبوتي وأرض الصومال وجزء من أثيوبيا وكينيا هي اللي بترمز للخمس أضلع للنجمة الصومالية، اللي هي الصومال وأرض الصومال وجيبوتي وجزء من أثيوبيا وجزء من كينيا. ولكن الاحتلال الأوروبي اللي حصل على دولة الصومال كان في استعمار إنجليزي واستعمار إيطالي وهكذا، فالاحتلال انسحب من كل حتة في وقت مختلف عن التاني. فكان من دولة زي جيبوتي إن هي أعلنت استقلالها قبل الصومال. المهم نرجع مرجعنا يعني جيبوتي والصومال دولة واحدة أساسا، ولكن انسحاب الاستعمار من جيبوتي قبل الصومال خلى ان تبقى جيبوتي دولة والصومال دولة تانية، لكن هو شعب واحد ودولة واحدة. كان في استعمار انجليزي في ارض الصومال، عشان كده الشعب بتاع ارض الصومال هتلاقيه ناطق باللغة الانجليزية، والصوماليين هتلاقيهم اغلب اسامي المدن الصومالية زي مقدشو وكسمايو هتلاقيها اميل للايطالي، وجيبوتي هتلاقيها أميل للفرنسية. المهم نرجع تاني للتاريخ الصومالي. كان فترة أمراء الحرب دي انتشرت الجريمة في الصومال، وكل مكان في الصومال وكل مدينة أو كل قرية كان ليها قانونها الخاص. بدأوا الناس ساعتها يلجأوا للشيوخ وعلماء الدين ان هم يعني يحلوا ما بين المنازعات بين الصوماليين وبعض عن طريق تحكيم الشريعة الإسلامية. وفي رابطة ما ضمت المشايخ دول بعد كده عشان تظهر حركة جديدة هتحدد تاريخ الصومال بعد كده، وهي حركة المحاكم الشرعية. هي مجموعة من علماء الدين اللي كان بيلجأ ليهم الصوماليين للتحكيم بينهم، وكان ليها فرع شبابي وهم شباب المحاكم الشرعية وشباب طلبة العلم، وأطلق عليهم اسم شباب المجاهدين. فضلت حركة المحاكم الشرعية تحكم الصومال، وبقت هي اللي بتحكم الصومال لفترة ما بين سنة ل3 سنين. في الفترة دي استقرت الأوضاع إلى حد ما في الصومال، وبدأ الاقتصاد الصومالي إلى حد ما إن هو ينهض.
ويبدأ ان هو يقف على رجليه، لغاية القوات الأثيوبية والإريترية والكينية اقتحموا الصومال بغطاء سياسي من الاتحاد الأفريقي. كان من المتوقع من المحاكم الشرعية ان هي تعلن النضال ضد الاستعمار الأثيوبي الإريتري الكيني، ولكن رئيس المحاكم الشرعية رحب بالقوات الأثيوبية وما كانش عنده أي مشكلة، رغم ان هم داخلين لا بإذنه ولا يعني قوات احتلال. فكانت من حركة الشباب المجاهدين انفصلت عن تنظيم المحاكم الشرعية، وأعلنت الكفاح المسلح ضد القوات الإثيوبية والإريترية والكينية. وطبعا في ظل التخاذل العربي من كل الدول العربية، وكان العرب ساعتها واقفين يتفرجوا على اللي بيحصل في الصومال، فما كان من شباب المجاهدين ان هم ما لاقوش دعم ولا تسليح ولا تمويل غير من تنظيم القاعدة، قاعدة الجهاد الإسلامي للأسف الشديد. وتحولت في الذهنية العالمية من حركة بتكافح ضد الاستعمار الأثيوبي والكيني والإريتري إلى حركة تصنف عالميا كحركة إرهابية. وبدأت تسود فترة يعني كبيرة من الفوضى في الصومال، لأن حركة شباب المجاهدين كانت بتعمل عمليات قوية جدا في الصومال، منها مثلا ان يبقى في طلبة واقفين، يعني شباب بيتقدموا للالتحاق بالكليات العسكرية الصومالية، فيتم تفجير الطابور بالطلبة اللي فيه. وبعد كده مثلا عملية زي العملية اللي عملوها في نيروبي في كينيا، وهو تفجير السفارة الأمريكية في كينيا، إلى آخر العمليات في كينيا. كان عملية في مركز تجاري، المركز التجاري كان فيه اجتماع للموساد الإسرائيلي، تم استهداف الاجتماع وقتل المتواجدين فيه، وبدأت المواجهات ما بين الجيش الكيني وحركة شباب المجاهدين في شوارع كينيا. شاركت في العملية ديت بنت انجليزية بيسموها الملاك القاتل، وهي بنت انجليزية بتصنفها كانت الولايات المتحدة الامريكية ان هي من اخطر الارهابيين في العالم، وهي كانت اللي عاملة عملية مترو انفاق لندن قبل ذلك. بعد العملية اللي حصلت في كينيا تم القوات الكينية انسحبت بالكامل من الصومال، وتلتها القوات الإريترية، وبقت القوات الإثيوبية محتلة للصومال وحدها. وبقى الوضع على ما هو عليه. وطبعا أثيوبيا يعني احتلت جزء من الأراضي الصومالية، وفي منطقة كبيرة على الحدود الصومالية الأثيوبية بتحتلها أثيوبيا حتى الآن. بالنسبة بقى للصومال، في التسعينات في جزء كبير من الصومال أطلق على نفسه أرض الصومال، وانفصل عن دولة الصومال تحت دعوة ان هو يعني في حروب وفي مشاكل وفي فتن وفي الصومال وحروب اهلية الى اخره، فاحنا هننفصل وهنعمل دولة وانتخابات وبرلمان، ولما الامور تستتب في الصومال
هنعود تاني للوحدة مع الدولة الصومالية، وظهرت دولة جديدة اسمها أرض الصومال غير معترف بها دوليا. آه، هنا بقى عندنا الأهم، وهي الأطماع الأثيوبية في الصومال. كلنا عارفين إن إريتريا وأثيوبيا كانوا برضو دولة واحدة، وإريتريا انفصلت عن إثيوبيا في التسعينات، وأصبحت أثيوبيا بلا سواحل، وأصبحت دولة حديثة وملهاش أي موانئ على البحر الأحمر. وفي بقى حاجة مهمة جدا، أكتر دولة داعمة لأثيوبيا مين؟ هي دولة الاحتلال الإسرائيلي. فإسرائيل، التكنولوجيا اللي في إسرائيل، وإسرائيل دولة بتهتم جدا بتصنيع أشباه الموصلات والصناعات الإلكترونية والصناعات الدقيقة. فهل التكنولوجيا اللي موجودة في إسرائيل أكبر، ولا التكنولوجيا اللي موجودة في أوروبا؟ أكيد تكنولوجيا أوروبا أقوى بكتير من تكنولوجيا إسرائيل. طيب إسرائيل لما تحب تصدر تكنولوجي هتتجه شمالا عبر البحر المتوسط لأوروبا، ولا هتنزل تحت عبر المحيط الهندي والبحر الأحمر عشان تصدر التكنولوجيا بتاعتها لدول أفريقيا، سواء في شرق أفريقيا أو في جنوب أفريقيا؟ فطبعا إسرائيل أهم مصدر للدخل فيها ولاقتصادها هي تصدير التكنولوجيا لدول شرق وجنوب أفريقيا. فهنا بقى اثيوبيا عايزة يبقى ليها مينا على البحر الأحمر عشان تستقبل البضاعة الإسرائيلي وتوردها لكل الدول الأفريقية. فما كان منهم إلا إن هم اتقدموا لدولة جيبوتي وقالوا لهم احنا عايزين مينا، فجيبوتي عرضت رقم على الدولة الأثيوبية، ولكن هم لقوا ان في فرصة افضل ان هم يروحوا يعملوا مينا في ارض الصومال اللي هي جزء من الدولة الصومالية دون استئذان صاحب الارض، يعني من لا يملك لمن لا يستحق. يعني دولة غير معترف بيها دوليا وجزء من بلد، يعني يعتبر الحكومة اللي فيها حكومة متمردين. جزء من الدولة الصومالية بيدي إذن لأثيوبيا إن هي تعمل مينا بدون إن هم يرجعوا لحكومة الصومال. فطبعا الصومال رفضت. الصومال رفضت في الوقت اللي أثيوبيا بتعمل الملء الخامس لسد النهضة. فتبقى المعادلة إن مصر تتنازل عن القضية الفلسطينية، لا إما تعطش، يعني تظل التجارة الإسرائيلية بتعربد في البحر الأحمر في ميناء متواجد بشكل غير شرعي في دولة عربية، وفي نفس الوقت على مصر إن هي تتنازل عن دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية قصاد إن المحبس ما يتقفلش بتاع المية على المصريين، والمصريين ما يعيشوش في عطش وفي جوع في دولة أصلا فقيرة مائيا. فما كان من مصر إلا إن هي رفضت كل هذا الهراء، وأرسلت 10,000 جندي مصري من الجيش المصري لحماية الصومال والحكومة الصومالية. أخيرا ولد الشيخ أحمد رئيس دولة الصومال العربية الشقيقة طلب من القوات الأثيوبية الرحيل، وكان المفترض أن القوات الأثيوبية ترحل في شهر 12 ويستبدل الاتحاد الأفريقي القوات الأثيوبية بقوات أخرى مصرية، ولكن مصر استبقت
التوقيت ده، وصحينا الصبح لقينا 10,000 جندي مصري موجودين في دولة الصومال. 5,000 جندي هيأمنوا الدولة، الحدود لدولة الصومال، وال5,000 الآخرين هيعيدوا الاستقرار لدولة الصومال العربية الشقيقة. طيب، عملت ايه بقى الدول العربية؟ المغرب راحت وقعت اتفاقية، او يعني عشان نكون دقيقين، هي الحكومة المغربية راحت وقعت اتفاقية دفاع مشترك، مش مع مصر ولا مع الصومال، وقعتها مع اثيوبيا. والامارات بتقول، واحد من الخارجية الاماراتية، هو بالمناسبة داعم لكيان الاحتلال بشكل مبالغ فيه، يعني صهيوني اكتر من الصهاينة انفسهم. بيقول ان هو ان على العالم ان هو يعترف بدولة ارض الصومال. ده غير ان في دول عربية تانية مشاركة في تمويل سد النهضة. فده موقف عليه علامات استفهام، ودعم دول عربية لخليفة حفتر في ليبيا، و قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي في السودان عليه علامات استفهام. فعايزين نفهم، هل هو الغرض حصار مصر وتجويعها قصاد التنازل عن دور مصر في القضية الفلسطينية؟ هل هو المراد ان هو يبقى تجويع للشعب المصري قصاد ان هم يمتلكوا اصول في الدولة المصرية، او ام هو احتلال للدولة المصرية؟ نتمنى نعرف من الإخوة العرب هم عايزين إيه تحديدا من مصر ومن المصريين. يعني إذا كان الإسرائيلي أو الأمريكي بيدعم الصومال، بيدعم إثيوبيا عشان ليه غرض وهو في عداء مع المصريين، فمن المفترض ان يعني ان العربي يكون مع مصر ويكون حليف ليها. فاحنا عايزين نفهم الاخوة اللي راحوا من دولة المغرب الشقيق، اللي راحوا مضوا اتفاقية دفاع مشترك مع اثيوبيا، والاخوة اللي بيقولوا بان على العالم الاعتراف بدولة ارض الصومال، وهو وعد من لا يملك لمن لا يستحق. انتوا عايزين من مصر ايه؟ يعني فهمونا ماذا تريدون من مصر ومن المصريين. اذا كنتوا حابين ان انتوا تجوعوا مصر، فصدقوني مصر مش هتجوع وهتبقى. ومصر اقدم دولة في التاريخ. في دول كتيرة اتنشأت في السبعينات. مصر تاريخها بقاله 7,000 سنة من قبل ما يكون في حكومة وفي دول. مصر دولة وستبقى. بس احنا يعني حابين نفهم موقفكم ده بناء على ايه. واتمنى ما اكونش طولت عليكم، واتمنى لو انت وصلت للجزء ده من الفيديو تسيب لي تعليقك وتعمل لايك وتشير الفيديو ده. انا كنت سعيد جدا ان انا كنت معاكم، وشكرا والسلام عليكم.